الفيديو ده ما كانش المفروض ينزل النهارده ولا يتصور من الأساس. بس الفيديو ده نزل لسبب واحد بس، هو إني لازم أستمر مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل اللي بقابلها. وده أحسن مثال للموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، الاستمرارية. شايف الجراف ده؟ الجراف ده هو بالظبط أنت لما بتحاول تبدأ أي حاجة جديدة بشغف وحماس، واللي تحت ده برضه أنت. بس مش أنت لوحدك، 80% من الناس اللي بيبدأوا حاجة جديدة ويفقدوا البوصلة والشغف. أنا وأنت وكتير من الناس بيحصل معاها ده وهيحصل بشكل يومي. وأنا النهاردة جاي أقولك الحل اللي أنا جربته بنفسي، والحمد لله قدرت أوصل لثمرة وقدرت أوصل للحاجة اللي ما كنتش هوصل لها أبدا بدون الاستمرارية. الحل الجذري والنهائي من وجهة نظري، ممكن ناس كتير تختلف معايا بس أنا شايف إن ده أقوى حل. الحل هو التخفيف. يعني إيه التخفيف؟ يعني ببساطة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لما قررت أصنع محتوى خدت قرار إن أنا ما صعبش أي حاجة على نفسي أبدا. بمعنى إيه؟ مش عايز أصعب على نفسي تصوير، مش عايز أصعب على نفسي مونتاج، مش عايز أصعب على نفسي الوقت اللي بفكر فيه في المحتوى، بفكر فيه في الكتابة، بفكر فيه في أي حاجة خالص تخص الموضوع ده. لأن أنا عارف إن أنا لو كنت صعبت على نفسي كل حاجة وحبيت أعمل كل حاجة بيرفكت قوي، صدقني ما كانش زمانك بتتفرج على الفيديو ده ولا كان زماني قدمت محتوى. وده بالظبط اللي أنا عايزك تعمله. عايزك تسهل الدنيا خالص على نفسك، خفف على قد ما تقدر. يعني لو عايز تروح الجيم وقدامك تروح 5 أيام في الأسبوع أو 4 أيام، لا خليهم يومين بس. يومين بس داوم عليهم. مش هتقدر تداوم على اليومين وعندك مشغوليات كتير، اتمرن كل يوم في البيت 10 دقايق بعد ما تصحى. أول ما تصحى من النوم شطف ظبط حالك، اتمرن 10 دقايق، افطر، شوف حياتك وشوف شغل. لو انت استمريت على الوضع ده صدقني بعد كده انت اصلا هتنزل الجيم، ومش تنزل يوم، انت ممكن تنزل كل يوم من نفسك، لانك خلاص جسمك قادر. استمريت على روتين معين، جسمك حس الموضوع وخده واحده واحده، فالموضوع بكل بساطه بقى سهل عليك. وده اللي انا برضو عايزك تعمله في اي حاجه تانية. لو عايز تقدم محتوى ما تستناش لما يجي لك حاجات معينه، ما تقولش المعدات، ما تقولش الكاميرا، ما تقولش المايك، ما تقولش لا، ابدا باللي معاك. حتى لو بالموبايل ابدا بيه. اول خطوه هي اصعب خطوه. وعايز اقول لك معلومه مهمه جدا، تخيل انك طورت في نفسك او مهارتك او اي حاجه عملتها جديده وبادئ فيها 1% بس كل يوم. في 365 يوم تخيل هيبقى كام مرة؟ 38 ضعف. 38 ضعف تطور في أي مهارة معينة، ده رقم كبير جدا. وده سبب إن التدريج الصغير أهم بكتير من النطات الطويلة اللي ما بتستمرش. ولو هختصر العوامل اللي تخليك تستمر وما تقفش أبدا بعد ما اتكلمت عن أهمهم من وجهة نظري، فهم 3 حاجات. خلي الحاجة اللي عايز تستمر عليها عادة، ما تخليهاش حماس مؤقت. وخليك فاكر إن النجاح مش بيجي مرة واحدة، هو بيكون تراكمات صغيرة بتتجمع مع بعض لحد ما تكون النجاح. تاني حاجة انك تخلي الحاجة اللي انت عايز تستمر فيها حاجة ممتعة، ما تخليهاش مملة. حتى لو هي مملة حاول تشوف لها اي طريقة تخليها ممتعة. لو الرياضة بالنسبة لك مملة اختار نوع رياضة انت تحبه وتحب تلعبه. ولو المذاكرة بالنسبة لك مملة حاول تخليها ممتعة. هتقول لي ازاي؟ هقول لك حاجات كتير. ممكن تذاكر مع حد من اصحابك، ممكن تغير الاماكن اللي بتذاكر فيها، روح في اي حتة، الدنيا واسعة، انطلق، غير المكان، غير الاشكال، غير الاوض اللي انت فيها، روح وركينج سبيس، اتفرج على حد يعلمك بطريقه ممتعه وشيقه. واخر حاجه، ما تفكرش في النجاح، فكر في الاستمراريه. خلي دايما الاستمراريه هي هدفك الاول. بمعنى ايه؟ انا لو قعدت افكر في النجاح، انا عايز انجح دلوقتي، عايز انجح دلوقتي، انا خلاص مستعجل، احس ان انا ما بعملش حاجه. لكن لو انا هدفي الاول ان انا استمر اطول فتره ممكنه او استمر مدى الحياه، هو ده اللي هيخليك تنجح. زي ما قلنا ان هي تراكمات، فانت ركز على الاستمراريه وما تركزش على النجاح. النجاح مش للاذكى ولا اللي عنده موهبه اكتر، النجاح للي عرف ازاي يستمر. والفرق بين اللي بيحقق حلمه واللي بيستسلم مش كبير، هو مجرد قرار بسيط، يا تكمل وتستمر يا ما تكملش. اكتب لي في الكومنتات ايه الحاجه اللي كنت متردد تكمل فيها وقررت تكملها بعد الفيديو ده.